وسهلا بيكم معايا في قناتي Everyday with نوال. النهاردة أنا حبيت أطلع عليكم صوت وصورة علشان أتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف صحة وسلامة. العيد أكيد مناسبة جميلة لزيارة الأهل والأقارب. بالنسبة لي السنة دي هتكون مختلفة شوية علشان كل المعارف والأقارب والأصدقاء راحوا على المغرب لقضاء جزء من رمضان هناك وقضاء عطلة العيد. ده مش هيمنعني من الاحتفال وخلق أجواء كده. احنا من عوايدنا في المغرب نعمل طبق الكسكس المغربي المشهور كطبق رئيسي يوم العيد. لكن زي ما انتم عارفين الطبق ده بياخد ساعات طويلة للتحضير ويلزموا لمة العيلة والأسرة. أنا هكتفي بعمل أطباق مغربية أكيد، لكن سهلة وسريعة في التحضير. السنة دي ما عملتش حلويات، لكن أنا اشتريت من واحدة مغربية حلويات منوعة. حبيت أشجع مشروعها، والحلويات دي أنا ههديها لجيراني. هم دايما بيبعتوا لي حلويات وهدايا على الكريسماس، فأنا هردها لهم وهشاركهم فرحتنا بالعيد وتقاليدنا وعاداتنا. جزء من اليوم هيكون في معايدة الناس اللي بحبهم عبر اتصالات هاتفية، والجزء الأخير هيكون في مشاهدة مسلسلات رمضان. أنا كنت متابعة للمسلسل المصري الحساب يجمع، مسلسل جميل ورائع، وإن شاء الله هكمل باقي حلقاته. إن فضل في الوقت بقية أكيد هرجع بالزمن الجميل وزمن السينما المصرية وهتابع واحد من أفلامها. وتاني أيام العيد إن شاء الله هقضيه في أحضان الطبيعة. أنا رايحة طالعة لرحلة كاياكين. إن شاء الله لو سمحت الظروف هعمل لكم فلوج من هناك. الفيديو ده حبيت أشارككم أجواء الاحتفالات هنا، وحبيت أبارك لكم. إن شاء الله الفيديو ده يعجبكم، إن شاء الله إطلالتي تكون خفيفة الظل عليكم. شكرا على المتابعة وعلى الدعم المستمر، وإن شاء الله نتلاقى في فيديوهات جاية.